صحصحين ولا مين؟ هنشوف. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الوحداني. كل سنة وانتم طيبين. امبارح كان عيد الغطاس، النهارده بنسميه تاني أيام عيد الغطاس. كتير قوي أعياد تعدي علينا زي ما بيسموها كده مرور الكرام، مرة ناكل قلقاس، مرة ناكل قطب، مرة ناكل مش عارف إيه، لكن عايزين نخش سنة قدام. ليه بنعيد عيد الغطاس؟ إيه أهمية عيد الغطاس يا شباب؟ إيه الأهمية بتاع عيد الغطاس؟ ليه الكنيسة مصرة تسميه عيد كبير؟ وعلى فكرة كمان تاريخيا عيد الغطاس الكنيسة بدأت تعيد بيه في القرن الثاني، الميلاد ده في القرن الرابع. يعني من أول الأعياد الكنيسة احتفلت بيها كان عيد الغطاس. إيه أهميته يا شباب في حياتنا إحنا؟ يوم مش صحصحي من مفيش أي سبب؟ ولادة جديدة. إيه تاني؟ قولوا يا شباب. ناخد الروح القدس. لا احنا ناخد الروح القدس ولا يوم عيد الغطاس؟ عيد الغطاس. معمودية المسيح. قول يا خليل. المسيح خد القدس، روح القدس لحسابنا، ده كلام كبير يعني. برضو يعني زي طهارة للجسد. طهارة للجسد؟ ماشي، ايه كمان؟ قولوا يا شباب. الظهور الإلهي. أهمية الكهنوت في حياتنا. أهمية الكلمات في حياتنا. جميل. ايه تاني؟ الظهور الإلهي. الظهور الإلهي. حلو خالص. خلي بالكم في حاجتين الكنيسة بتعلمهم لنا. في حدث، يعني أقول لكم مثل زي ما نقولوا ما تزهقوش منه. لو جبنا دلوقتي برنامج طبيخ، حد فينا هيكون شبعان؟ بالعكس يمكن أقوم جعان أكتر لما أتفرج عليه. عشان كده ما عندناش عيد نتفرج عليه. لو أنا ما خدتش حتة منه يبقى أنا عملت إيه؟ اتفرجت على برنامج طبيخ. عندنا كنيسة كل عيد بنخش فيه لازم نتمتع بحاجة منه. كنت نفسي نحفظ النهارده ربع واحد من سقوطية الجمعة، بس للأسف الكوير كله ما جاش. اللي يروح أو يفتح حتى التسبيحة في التليفون. سقوطية الجمعة القطعة الثالثة، عارفين كل سقوطية متقسمة قطع وكل قطعة فيها كذا ربع. القطعة الثالثة الربع الثالث يقول كده زي ما قلنا في القداس: هو أخذ جسدنا وأعطانا روحه القدوس وجعلنا واحدا معه من قبل صلاحه. ده بالظبط ملخص العيد كله. بس تقول العيد ده تقول ايه؟ انا ليا حاجه فيه. هو اخذ جسدنا واعطانا روحه القدوس وجعلنا واحدا معه من قبل صلاحه. لو فهمنا بس الكلمتين دول ممكن كل واحد فينا يطلع بحته كبيره من العيد ده. القصة زي ما بيحكي لنا القديس كيرلس الكبير تبدأ من أول تكوين 2:7. تكوين 2:7 حصل إيه؟ حد فاكر؟ ربنا نفخ في آدم، ولما نفخ في آدم إيه اللي حصل؟ عند القديس كيرلس صار نفسه حية واقتبل الروح القدس. في تكوين 3:19 بعد الخطية بتاعت آدم ربنا قال إيه؟ أنت تراب وإلى تراب تعود. إيه اللي حصل؟ فقط النفخة أو فقط عطية الروح القدس. فالإنسان عنده مشكلة كبيرة أوي. عمل إيه؟ انفصل عن مصدر الحياة اللي هو كان الروح القدس. عشان كده الإنسان بعد كده بقى إيه؟ فاكرين الحكم؟ ربنا قال له إيه؟ لما تأكلوا من هذه الشجرة إيه اللي يحصل؟ الموت. عندنا 3 أنواع من الموت. في موت جسدي ده حصل ساعتها، بعديها آدم عاش 930 سنة. في موت أدبي وفي موت روحي. دول اللي ماتهم على طول في ساعتها، لكن الموت الجسدي قعد شوية 930 سنة. طب الحل دلوقتي إيه؟ عند القديس كيرلس الخلاص له كذا مدخل في الفهم، ما بنقولش واحد صح وواحد غلط. الهدف الأساسي للتجسد عند القديس كيرلس إنه يرجع لنا مصدر الحياة، الروح القدس راح منه. مش كده الربع ده هو أخذ جسدنا وأعطانا روحه القدوس وجعلنا واحدا معه من قبل صلاحه. ده ملخص لاهوت الخلاص عند القديس كيرلس كله. طب نعمل إيه؟ ناخد ده إزاي؟ زي ما قال من شوية أخونا خليل، المسيح عمل كده ليه؟ لحسابنا. يعني إيه لحسابنا؟ عمركم سمعتوا حد يقول المسيح البطل؟ ليه ما بنقولش عليه بطل؟
البطل بيعمل حاجة لحساب مين؟ أنا خدت كأس العالم، أنا خدت بطولة المصارعة، لكن المسيح كان مخلص عشان ما عملش حاجة لنفسه. وده اللي احنا بنقوله فين؟ قانون الإيمان. قانون الإيمان بيقول إيه؟ هذا الذي من أجلنا ومن أجل خلاصنا نحن البشر نزل من السماء وعمل كل حاجة. يبقى لو لقيت حاجة المسيح بيعملها أنا ما خدتش منها، يبقى أنا حارب نفسي من حاجة. طيب لما الكنيسة بترنم كده وتقول هو أخذ جسدنا وأعطانا روحه القدوس وجعلنا واحدا معه من قبل صلاحنا، عايز تقول لي إيه؟ أنت من غير روح القدس أنت إيه؟ ميت. عشان كده لأنه الروح القدس جم 3 أفعال في الكتاب المقدس عشان نعرف إزاي ناخدهم ونستمتع بيهم. روح القدس بولس قال لنا كده أنتم هيكل الله وروح الله، يبقى في حاجة اسمها سكنة. في حاجة تاني اتكلم عليها القديس بولس الرسول برضو في أفسس 5:18 قال إيه؟ امتلئوا بالروح. يبقى في حاجة اسمها ملء. في سفر الأعمال بقى نلاقي دي كتير قوي، إنه فاحتدت روحه فيه وقال كذا، أو امتلأوا مرة تانية وحصل كذا. إيه ده؟ الآباء سموا دوت فيض. يبقى في سكنة، في ملء، وفي فيض. أنا مطلوب مني إيه؟ أستمتع بالثلاثة. تخيلوا كده عاملين مثلا أوبن بوفيه ولا شوية بسكوت وشوية قهوة، وفي واحد مش عايز يروح هناك يقول بس أنا جعان، أنا نفسي في كوباية قهوة. طب ما الحاجة موجودة بس أنا مش رايحة. لا، ده لحد ما أقوم ياخد الشاي أو البسكوتة أو السندوتش أو whatever أنا بتفرج وأنا جعان، أنا ما شربتش حاجة. عشان كده الكنيسة بتقول إن ال3 أفعال دول مطلوب كل واحد فينا. طب تعالوا نشوف خدناهم إزاي. والباب الوحيد هو إيه؟ تجسد المسيح ومعمودية المسيح. لأن فاكرين القرار بتاع سؤدوكية الجمعة بيقول إيه؟ هو أخذ الذي لنا أعطانا الذي له نسبحه. خد إيه وادانا إيه ده بشرب؟ خد جسدنا وادانا روح القدوس. ماشي، إيه كمان؟ خلي بالكم السؤدوكية لما يكون فيها قرار، القرار ده بنفكه في كل ربع. في ناس تقول خد خطيتنا وادانا بره، صح ولا مش صح؟ بس مش بس. ناس تقول خد جسدنا وادانا روح القدوس، صح، بس لا مش بس. عشان كده لما نقرا كل السؤدوكية كل ربع بيقول ايه؟ ده جزء من اللي هو خدنا. عشان كده لما جه يلخصها القديس كيرلس قال جمله واحده: خد حياتي كلها بكل العبر اللي فيها واداني ايه؟ حياته كلها. عشان كده عند القديس كيرلس لما يجي يعرف يعني ايه نقول محبة الله الآب ونعمة الابن. يعني ايه نعمة الابن الوحيد؟ يعني اداني حياته كلها. جبنا الكلام منين؟ من عند بولس الرسول كورنثوس الثانية 4:10-11 يقول لنا ايه؟ لكي تظهر حياة يسوع في جسدنا المائت. مش عايزين نشوف الناس دي خالص. شوف يسوع في جسد فلان وجسد فلانة وفي كل واحد فينا. عشان كده ده مش نظري، ده مش كلام حلو، ده ايه؟ دي دعوة الكنيسة كلها. لما يجي بولس الرسول يقول كده في افسس 1:4 كما اختارنا فيه لكي نكون قديسين وبلا لوم في المحبة قدامه. نيجي نقول واحد يا قديس يقول انا مش قديس، ما تقوليش كده. انا رافض الدعوة. الله دعينا اختارنا فيه، اللي في المسيح لازم يبقى قديس. اسمع من شوية في القداس القدسات للقديسين وتناولت، بس انا كنت بسمي تاني. مين قال كده؟ انا جاي عشان اتقدس بفعل المسيح. علشان كده عطية من عطايا المعمودية حاجات كتير قوي. ان الله عمل ايه؟ سكن فينا الروح القدس من جديد. يجي ابونا في الحته اللي احنا عندنا في الكنيسه معظم الاباء بيقولوها جهرا: يحل الروح القدس على فين؟ علينا وعلى هذه القرابين ويظهرها ويطهرها وينقلها قدسا لقديسين. احنا نقعد نتكلم ونحاجج الاخوه اللي مش بيؤمنوا ان ده جسد حقيقي ودم حقيقي، ازاي الروح القدس بيحول خبز والخمر لجسد ودم حقيقي المسيح. طب دي مش بنتخانق معاهم ان احنا كمان بنتحول في كل قداس بفعل الروح القدس لما نكون تايبين ومعترفين الى قديسين. دي الحقيقه. المشكله
احنا بنعمل بالعكس. يعني ايه بنعمل بالعكس؟ اسالكم سؤال كده مره واحد سالوه سؤال يعني فاني شويه بس يفهمني حاجه. لو سالنا اي حد فيكم يا اخواتي بتمشي على رجلين ليه؟ ليه مش بتمشي على اربعه؟ ايه الاجابه؟ حد عنده اجابه؟ ليه يا عم؟ عشان راسنا تبقى مرفوعة. عشان راسنا تبقى مرفوعه؟ ايه تاني؟ لا هو الانسان معروف ان هو من ضمن مش عارفه اللي هو نصب هو الطبع. ربنا عطانا ميزة عن أي حاجة تانية في الدنيا. زي تميز خلي بالكم في جملتين بيلخبطونا قوي. الانسان اللي بيمشي انا بمشي على رجلين مش عشان اثبت ان انا انسان، ده عشان انا انسان. يعني ايه الكلام ده؟ في واحد بيحاول يثبت للناس الانسان بصوا انا بمشي على رجلين. اقول لكم ليه بنقول كده؟ لما ربنا يقول انتم قديسين، طب بتصوم ليه؟ عشان انا قديس، مش عشان ابقى قديس. طيب ما بتكذبش ليه؟ مش عشان ابقى قديس، عشان بني ادم بيمشي برجلين. مش لما امشي بالرجلين هثبت لكم ان انا بني ادم. فاهمين النقطه دي؟ ان هي الله يقول كونوا قديسين كما ان اباكم الذي في السماوات هو قدوس. بالحاله هنا اعمل ايه عشان ابقى قديس؟ مش هعمل. انا معمول قديس من يوم ما اتعمدت وخدت كل قوه اللي المسيح عمله واتدشنت وعيني بقت عين المسيح وايدي بقت ايد المسيح ورجلي بقت رجل المسيح. انا بقيت ايه؟ فانا بمشي زي القديسين، مش بعمل حاجه تعملني قديس. في فرق كبير بين الاثنين. عشان كده نيجي نقول في عيد الغطاس ايه اللي حصل؟ البشريه كلها تقدست في المسيح. البشريه اللي كانت منفصله عن الروح القدس، ودي يقولها القديس كيرلس في تفسيره برضه الانجيل يوحنا اصحاح 7 على 37. يقول كده ان الروح القدس خدوا ادم الاول، بس ايه اللي حصل؟ راح منه. فجاء ادم الاخير وخد الروح القدس لانه قادر ان يحتفظ به لنا الى الابد. طب واحنا هيسكن فينا. طب بعد السكنه في ملء، وبعد الملء في فيض ومكملين. عشان كده ليه بنقول ان الابديه ما بتزهقش؟ لانها مش بتخلص، ولان الملء متجدد والسكنه والفيض موجودين. فلان كل يوم الله ياخدني خطوه جديده. طب تعالوا نشوف نطبق ده ازاي. لما يجي واحد يقول مش عارف ابطل شتيمه، مش عارف ابطل سجاير، مش عارف ابطل مش عارف ايه، ده معناه ايه؟ ان انا متكل على مين؟ على قوتي. تخيلوا كده بنسمعها كل يوم كذا مره ما ناخدش بالنا. اخر الاجتماع دلوقتي وبعد اخر القداس واخر العشيه بنقول ايه؟ محبه الله الاب نعمه الابن الوحيد وشركه. يعني ايه وشركه الروح القدس؟ شريكي ربنا نفسه. عارفين لما اتنين يعملوا شركه كده، لو انا راس مالي صفر واحد دخل معايا مليار دولار مثلا، بقول ايه؟ شركتنا فيها مليار، مع ان الجزء اللي انا مشارك فيه زيرو. الله بيقول كده لو انت زيرو، لو انت بالناقص، شريكك بقى مين؟ الروح القدس. ينفع تقول ما اعرفش؟ ينفع تقول ما اقدرش؟ دي بتقول ايه؟ انا ماليش دعوه بالروح القدس، ما اعرفوش. وكأن عيد الغطاس ده المسيح اتفرجنا عليه، خد الروح القدس وحطه في جيبه واحنا ما خدناش حاجه. ينفع الكلام ده يا جماعه؟ عشان كده كل عيد بنعيد فيه ربنا بيقول لي فيه عطيه خاصه ليك ما كنتش هتعرف تاخدها غير لما يجي المسيح وياخدها لنا ويديها لنا. عشان كده لما بولس الرسول بيقول في رومية 8:1 يقول لنا ايه؟ إذا لا شيء الآن من الدينونة على الذين هم في المسيح يسوع السالكين حسب الروح وليس حسب الجسد. يعني ايه الكلام ده؟ يقول لي انت في مكان دلوقتي حاجه من الاثنين، يا في المسيح يا مش في المسيح. في حاجه في النص؟ احنا بنقول انا نص نص، مفيش حاجه في النص. تعالوا كده نبص على ايتين ونشوف ازاي الروح القدس عايز يرفعنا كلنا في حربنا اليوميه. في ايتين قدام عينينا. افسس 2:2 بولس الرسول بيقول لنا كده ان الشيطان من احد القابه انه رئيس رئيس العالم. ايه كمان رئيس ايه تاني؟ رئيس سلطان الهواء. يعني هو الاثوريتي بتاعته او البار بتاعته فين؟ الهواء ده. عندنا بقى تو اوبشنز. لو فرضنا كده ان دي الارض
وده الهواء وفوق ده السماء. أنا عندي مكان من الاثنين، يبقى على الأرض يبقى في السماء. طب لو أنا في الأرض وده سلطان إبليس، يبقى هو عليه سلطان عليا ولا لأ؟ طب لو أنا في السماء بقى لي السلطان. جبنا الكلام ده منين؟ بولس الرسول لنا كده في أفسس 2:6 الذي أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. يقول لي لما كان كده يقول كده أنا أصل متواضع، أنا قاعد في الأرض. أنت حر؟ الشيطان له سلطان. للمسيح 5 مرات في ال4 أناجيل يقول دفع إلي كل عشان ده أعمل بيه إيه؟ وأنا ناقصني حاجة؟ كالمسيح يعني؟ أنا برجع لكم اللي راح منكم. عشان كده يجي المسيح يقول لنا كده في لوقا 10 إيه؟ إن تحتمل إيه يا رب؟ أعطيتكم السلطان أن تدوسوا الحياة. كان ضايع مننا. خدت بالكم في تكوين 1 5 أفعال: اذهبوا اكسروا واملأوا الأرض واعمل تاني ونتسلط على كل شيء. فقدنا السلطان في آدم الأول. في آدم الثاني يعمل إيه؟ دفع إلي كل علشان أديهولكم. أنا مش عايز، أنا مش محتاج. حتى القديس بولس بيسأل سؤال كده: هو المسيح مش واحد أزليا مع الروح القدس؟ أكيد. طب أنت عملت كده ليه؟ عشان الغلابة دول ما عندهمش روح قدس. خدت بشريتهم اللي ما فيهاش سكنة وسكنت الروح القدس تاني عشان ما حدش يقول ما اعرفش وما اقدرش. لكن المفتاح بتاع ده كله ايه؟ تعالوا كده نبص على مفتاح واحد ونختم بيه. تعالوا نبص على الصليب. لص اليمين موجود ولص الشمال موجود. حد فيهم شاف حاجه غير التاني؟ طب ليه واحد تاب والتاني ما تابش؟ هي كلمه واحده. واحد قال له كده: ان كنت انت ابن الله خلص نفسك وايانا. يعني عايز ايه؟ انا عايز انزل اكمل سرقه، فمش فاضي. لو انت وهتنزلني هكمل شغل نزلني. تاني ده قفل كل بيبان النعمه. الانسان اللي ما بيعترفش بغلطه، اللي بيشاور لا هي اللي غلطت وهو اللي غلط، ده ما فيش فايده فيه للاسف. طب التاني قال: نحن بعدل جزينا. ده الجمله وده الجمله. جمله فتحت مفاعيل النعمه وجمله قفلت بيبان الخير كله. يا ترى النهارده وانا بعيد بان الروح القدس رجع للبشريه، انا مستمتع بيه؟ عندي سكنه بس حزين جوايا الروح القدس، ولا مطفي، ولا فرحان؟ وفي ملء جديد كل قداس وكل عشيه وكل مره افتح الانجيل وكل ما اقف في البيت واصلي بسمع صوت الله بجد لان ودني مفتوحه. اللي بيقفل ودانه على فكره اقول لكم على حاجه، يعني with all respect لكل واحد في اللي قاعدين، كل واحد فينا ذاكر قد ما ذاكر وخد اي شهاده مهما كانت، يجي عند الانجيل لما ما فهمش حاجه خالص. ليه؟ قديس يوحنا زي بيلفم قال حاجه حلوه قوي. قال لما الروح القدس يكلمني واطنش ودني بتقفل ومخي بيقفل مبقاش شايف حاجه. دعوه الله هنا في كل عيد وبالذات عيد استعادة، سماها كده القديس كرولوس كلمة حلوة: استعادة الخير الأصلي. The restoration of the ancient good. ليه؟ أصل كان في خير كبير قوي راح مننا، بس الخير ده لما يجي الروح القدس يخبط على قلبي ويقول لي توب، راجع نفسك، اسمع لفلان، روح اعترف، قول له مش دلوقتي، أنا مش فاضي خالص، أنت ما تعرفوش ظروفي شكلها إيه، قول أنت حر. تفضل تسمع نفس الكلام وتقول أنا مش فاهم، أنا مش عارف، ونفس المشكلة موجودة وتزيد، والبيت يتلخبط والعيال تتلخبط وأقول لك مش أنا، هو، لكن أنا ما عنديش مشكلة. ربنا يدينا إن كل عيد بمد إيدي وياخد نصيبي من عمل المسيح. افتكروا الجملة بتاعت قانون الإيمان: هذا الذي من أجلنا. عندنا صيغتين لقانون الإيمان، في الصيغة الجماعية بنقول we believe in one God، نؤمن بإله واحد. في عندنا يسموها صيغة المعمودية، بقولها بقى بصيغة الأنا. أقول كده: هذا الذي من أجلي ومن أجل خلاصي نزل من السماء وعمل لي كده، ومن أجلي ومن أجل خلاصي اتعمد ورجعني الروح القدس، من أجلي ومن أجل خلاصي صعد إلى السماء وأصعدت بكورتي إلى السماء. ربنا يدينا نتمتع بكل ما فعله المسيح، لأنها أفعال شخصية التمتع بعطايا الله
في الابن بالروح القدس. الجملة اللي حفظناها السنة اللي فاتت لو حد فاكر، كل عطية هي من الآب بالابن بالروح القدس، له المجد الدائم في كنيسة من الآن والأبد. اتفضلوا نصلي.